اه طبعا الصورة اللي انت شفتها على الكفر حقيقية، ما بنجيبش نجوم جداد زي مثلا تامر حسني او حد جديد. دايما القناة فيها كلاسيكيات وحاجات قديمة، بس انت هتعرف ليه جايبين تامر حسني النهاردة. ده اللي في الصورة حسني شريف، ابو تامر حسني، بجد والله هو ده، وطلع في السينما زمان. ده كان مطرب بس مش مطرب كبير يعني، في السبعينات، طلع في اكتر من فيلم، واتجوز والدة تامر حسني وخلف منها حسام وتامر. ويعني تركهم يعني سابهم ومشي. تركهم يعني بلاش سابهم ومشي دي، يعني ترك المنزل ويعني ما كملش معاهم، ورجع تاني وهم كبار. ده على حسب كلام مين؟ تامر حسني، عشان ما اقولش مثلا انت ايه اللي عرفك او انت هتظلم الراجل. لا، هو تامر حسني كان قايل كده ان هو ترك المنزل، سابهم يعني، ورجع تاني لما كبروا. طيب هو دلوقتي ايه اللي حصل؟ اتجوز ست تانية قبل ام تامر حسني، خلف منها بنت اسمها ميرفت. ميرفت دي اتجوزت منير مراد، اخو ليلى مراد. تاني كده معلش، عايز تقول لي ان الراجل ده خلف بنت، البنت دي كبرت واتجوزت منير مراد اخو ليلى مراد؟ اه. زي ما انت شايف كده ان هو في السبعينات كان شاب، فبالتالي كان مخلف قبل تامر حسني من ست تانية بنت اسمها ميرفت. بنت دي كبرت، واخو ليلى مراد فضل موجود لحد فتره كبيره، وعاش في امريكا فتره، وعاش بره مصر فتره وبتاع، وعاش لحد فتره يعني كان سنه متقدم في العمر يعني. ما ماتش في الابيض واسود زي ما انت متخيل، او في زمن الابيض والاسود، بس هو بعد عن السينما. ف اتجوز واحده ست، خلف منها ميرفت. ميرفت دي كبرت اتجوزت منير مراد، عارفينه طبعا، بتاع اغنيه محدش شاف، ولحن اغاني كتير. ده اخو ليلى مراد. فضلت معاه الست دي لحد ما هو اتوفى، لحد ما منير مراد اتوفى. مش مصدقين، احنا مش مستوعبين يعني اخت تامر حسني كانت متجوزه اخو. ازاي يا عم؟ ما تجيش خالص. الناس ممكن تفتكر ان انا يعني في الفيديو ده بستهبل من المانشيت مثلا او العنوان اللي موجود او الصوره اللي هو ممكن يتقال لي كده انت مجنون. ازاي اخت تامر حسني تتجوز واحد زي منير مراد؟ ده زمن تاني خالص غير الزمن. وطبعا حتى بعد الحلقه انت مش هتستوعب اساسا اللي انا بقوله برضو، لان الموضوع بالنسبه لك هيبقى غريب شويه. بس انا اعتقد انا شرحته من الاساس بقى من الاول. كان مطرب في السبعينات، آه، كان متجوز، يعني كانت بنت صغيره، وكان منير مراد كبير في السن برضه، ومنير مراد كان موجود لحد فتره قريبه. في حلقه تانية طبعا عن منير مراد هقول لك تاريخ وفاته وميلاده، ونتكلم بشكل عابر بقى عشان ما عادش نفس المعلومه تاني عن جوازته من اخت تامر حسني. دي كانت حلقتنا النهارده. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وانتظرنا في الحلقات الجايه.